ناس اون تي في، قناة ناس لكل الناس. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة المصريين. الصراحة احنا بنعيش أزمة كبيرة جدا في مجتمعنا، وبيعيشها فئات كبير جدا من المجتمع في جميع التخصصات، وهي أزمة التعالي. أيوة، احنا مجتمع متعالي، ويا ريتنا بنتعالى على شخص مثلا ظالم أو مخطئ هنقول إن ده فرض إن احنا نتعالى عليه. لا، للأسف احنا بنتعالى دايما على اللي أقل مننا، وبيظهر ده في مناسبات كتير جدا. أبسطها في وقت الكليات. ايه يعني ايه كلية قمة وكلية قاعة؟ اللي دخل طب او شرطة او جيش، اي حاجة من الحاجات دي نقول ده دخل كليات قمة. طب بالنسبة اللي دخل اداب وتربية وتجارة، ده كليات ايه يعني؟ مع انها لا تقل اهمية عن كليات القمة. طبعا ده ما بيحصلش غير في مصر بس. طبعا موضوعنا النهاردة هيبقى عن التعالي، بس انتوا عارفين ان انا دايما باخد الحلقة من دكتور شادي، فهضطر اسيب له شوية كده علشان هو غالبا هيقتلني. هديله المايك شوية يكمل لكم. اتفضل يا دكتور. اتفضل. ايه بقى؟ بصوا يا جماعه، يعني هو بصراحه فعلا ازمه التعالي طبعا هي ازمه موجوده وبشده وكل حاجه، بس انا عندي ازمه تانية شخصيه. انتوا مش ملاحظين حضراتكم معايا ان البرنامج بتاعي منى بقى بتقدمه؟ يعني في الاول منى جت البرنامج اهلا وسهلا ضيفه، مره واحده بقت مذيعه، مره واحده بقت بتعمل مقدمه. يعني تبص يا فندم، في برضه تعالي بتاع الفلوس. طب حضرتك لما تلاقي المذيعه معاها فلوس وقادره، اقول لكم ايه بس يا جماعه، ايه بتقول حضرتك؟ ايه اسمع؟ بقول الله اكبر. الله اكبر. ماشي معايا. طيب بصوا يا جماعه، ازمه التعالي فعلا بكل بساطه، لو احنا بنتعالى على حد ظالم يا اخي هنقول فريضه، لكن لو تعالينا بقى على حد غلبان ولا فقير ولا بسيط او لا يملك سلطه ضد هيلمنا وضد صعوبتنا وضد قدراتنا وضد احنا ليه كده؟ ليه يبقى الواحد عنده سلطة أو سيطرة أو مال يهرس برجله اللي مش قادر، ويستمتع اللي قدامه إن اللي قدامه مش قادر يرد، لكن يا أخي يجي قدام واحد أقوى منه تلاقيه عامل أرنب. ده اللي اسمه التعالي بجد، هو ده التعالي مش حاجة تانية. أنا في رأيي والله أعلم هو مرض نفسي. فيديو شهير جدا 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 اشتهر في مصر وكلكم عارفين إنه كان في بورسعيد. شوفوا المسؤول المحترم اللي في الحي بيعمل إيه. اتفضلوا شوفوا. والله العظيم يا اخي، واقسم لك بالله العظيم انا مرضت. حياة النبي يا اخي، حياة ربنا، حياة ربنا جدع. حلفتك بالله عليك، والله العظيم والله عليك. على قد حالي يا اخي، يا اخي انا عليك وانا ما عرفتكش بحاجه، ما اديتش حاجه. لا اله الا الله يا اخي، يا اخي طب ليه؟ طيب ليه؟ انت عم يا اخي سيبني العربيه يا اخي، يا اخي والله العظيم ده سجنت من الصبح يا اخي، يا اخي سجنت من الصبح، حرام عليك يا اخي سجنت من الصبح، والله العظيم ما بهدلت حاجه، والله احب على راسك. طب استنى يا اخي، يا اخي
جماعه زي ما انتم شفتوا الفيديو السخيف المهين ده، طبعا انا عايز بس اوضح نقطه. معالي المسؤول بتاع حي المناخ في بورسعيد، لو دي وظيفه حضرتك يبقى انت غلطان. ما تيجي نبص بصه كده ونشوف سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي من حوالي 5-6 سنين لما لقى شويه شباب مخالفين بيعملوا حاجه في الجبل، مش عارف كان بينقبوا بيبحثوا عن حاجه كلام من ده بتاع، قال لهم يا جماعه ده الشباب دول تجربه يحتذى بيها في ايه؟ قدروا يعملوا لنفسهم وسائل اعاشه وميه واكل ونقل ومواصلات وشغل وبتاع، قننوهم وخلوهم ياكلوا عيش. لكن حضراتكم فاكرين ان الشغل ان هين البني ادم كده. انت بقى اني اماره بتزقه قسما بالله يا اخي لو في ايديها سلطه لاحبسك، احطك قدام القضاء وتتحبس. المسؤول ده مش شغله حضرتك. سياده المسؤول لو شغله حضرتك انك تطبق العداله تطبقها بادب وباحترام لانك مثال وقدوه. اديك اتصورت. بس انا هسالك سؤال بسيط جدا، انت كنت بتصور ايه؟ لما طلعت موبايلك وقاعد بتصور كده بتاخد اللقطه انك بتعمل شغلك، لكن ما خدتش اللقطه انك عملته باهانه لمواطن مصري بسيط. يا اخي اتعلم من سياده الرئيس ازاي تحترم المواطنين، شوف بيقابلهم ازاي في المؤتمرات، شوف بيطبطب عليهم ازاي، شوف بيحسسهم ان هو اب او اخ ازاي. طيب يا جماعه، بما اننا في القهوه النهارده، اول سؤال بيقول انتوا ايه رايكم في جمله بنسمعها انت ما تعرفش انا مين؟ ايه رايكم في الجمله دي؟ او انا ابن مين؟ ايوه بيتدخل بس عشان برنامجه، بس ان شاء الله يتاخد منه. الاول اتعرف بيكي. أنا ندى فهمي، طالبة بكلية حقوق جامعة طنطا. هو أكيد طبعا كلنا بنسمع حد يقول اللي هو أنت ما تعرفش أنا ابن مين أو أنا من عيلة مين أو كده، بس ده طبعا غلط في حد ذاته. أصل أنت هتعلي عليا، أنا برضو ممكن أقدر أعلي عليك، بس التعلي عليا ده هتعلي عليا في حوار إيه؟ اللي هو أنت فعلا أنت مين؟ أنت تعلي عليا في علمك، تعلي عليا في قدرتك في الدين، معرفتك أصلا للأشياء أكتر كده. إنما إن أنت تعلي عليا في حاجة فيها نوع من التكبر واللي أنت تفضل تكبر في نفسك وكده، فده طبعا غلط في حد ذاته. واللي احنا كلنا اصلا بشر، كلنا واحد، احنا في الاخر هنموت كلنا في نفس الكفن. فهي اصلا الحوار مش حوار انت مين ولا انت ابن مين ولا اي حاجه من الحاجات دي. استاذه ندى دلوقتي قالت حاجه حلوه قوي، قالت انت ممكن تتعالى عليا بس بعلمك، سواء في دين او في حاجه معينه، مش شرط تكون يعني انا لو انا عندي علم كويس اقدر اتعالى فعلا بيه، بس مش معنى تعالى انا اعرفك، يعني مش لازم اكون متعالي عليك. حد يا جماعه عنده راي تاني؟ طيب انا عايزه اسمع راي دكتور شادي بما انه برنامجه، بس انا هخليه ضيف معانا النهارده، عايزه اسمع رايه في الجمله دي. ايه رايك في الجمله دي؟ هو طبعا انا سعيد جدا بوجودي في البرنامج ده اللي اول مره احضر فيه، وبنت لبتها يا دكتور مجدي وراء الكاميرات، بقت لبتها يا دكتور مجدي، البرنامج راح الحمد لله. بص يا منى باشا، اتفضل. انا في رايي المتواضع كل صاحب عقده نقص يقول لك انت مش عارف انا مين او انا ابن مين. أنا شفت بعيني أساتذة الجامعة محترمين جدا على قدر عالي من العلم، وشفت لواءات كتيرة جدا بيتعاملوا بطريقة جميلة جدا مع الناس، بعكس للأسف الكثير من الصغار في الرتبة أو في العلم أو اللي عنده مهارات قليلة من بعض الأطباء، وأنا طبيب ما تزعلش مني، بيعيش لك في الدور أنت مش عارف أنا مين؟ أنا فلان. أنت مش عارف أنا ابن مين؟ أنا ابن فلان. ده تعرفي إن هو في الضياع، أبيض ميح، ما عندوش أي حاجة خالص، ولا عنده مهارة ولا عنده شطارة. لأن هو لو عنده علم أو عنده مهارة أو عنده سلطة حقيقية أو بيمتاز بالثقة بالنفس، واللي عنده ثقة في نفسه واثق في نفسه قوي تلاقيه هادي وراسي، مش فارقة معاه يظهر اللي قدامه قدراته. لكن كل واحد عنده عقدة نقص عنده مزاج يبين للي قدامه قدراته، إلا بقى المريض النفسي يبقى هو عنده سلطة وعنده قوة وعنده جاه والناس كلها عارفة إن الراجل ده تمام التمام، وبالرغم من ذلك بيتعالى. ده مريض نفسي بقى، ده ربنا بقى يشفيه ربه ويعافيه. لكن تاني ببساطة اللي عنده سلطة أو مال أو جاه أو علم أو أي حاجة عالية جدا دي بتجعله متواضع، ليه واثق في نفسه وعارف إنه قادر يحقق حاجة معينة، مش محتاج حتى أظهر لك نفسي. اللي بيحتاج يظهر نفسه صاحب عقدة النقص، اللي هو لسه ما بقاش ماهر، لسه ما بقاش شاطر، لسه ما بقاش. وحاجة أخيرة ممكن نقولها، العيب في الموضوع ده ممكن نقول شوية التربية بتاعته ما كانتش قويمة، عشان ما اضيعش وقت الحلقة يعني. طيب علشان برضو يا جماعه ما يقهروش على البرنامج بتاعه، هديله يقول هو الاسئله الثانيه. لا والله جدا والله كنت رايح اقعد والله ولا على الكرسي والله. طيب يا جماعه، حيث ان منى حنت عليا وادتني المايك، مين يا جماعه بعد اذن حضراتكم جميعا يعني مين فيكم شايف اكتر فئه او اكتر فئات بتتنطط في المجتمع، بتتعالى في المجتمع؟ حد ممكن يقول؟
حضرتك برضو ماشي تمام. لا هنيجي هنا يا جماعه وانا شايف دلوقتي في نشاط والسيدات والبنات يغلبوا الرجال، مش شايف حد من الرجاله بيرفع ايده يعني، بس جاي لكم برضو لازم. اتفضلي يا ستي. انا شايفه اكتر فئه الصراحه الفئه اللي هي السلطه العسكريه عامه. اي حد دلوقتي بيتعالى باللي هو بيقول انت عارف انا بابا مين، انا بابا لواء، انا عيله كذا، انا من عيله مثلا 91 ضابط، مش عارفه ايه، مع احترامي للجميع يعني، بس في ناس تانية اصلا بتبقى اكتر خبره منهم وهما ما بيعرفوش بيتعالوا بده. وفي نفس الوقت اصلا هو انت لما بتيجي تتعالى بالسلطه دي يعني هي كده مش بتفيدك، بس في نفس الحاجه هي بتحتاجه كتير. دلوقتي اي حد مننا لو راح اي اسم او كده بمجرد بس اللي هو يقول انا ابن كذا بيتعمل له 1000 حساب اصلا. طبعا يا فندم انا من حق حضرتك تماما تقولي رايك، بس انا من حق انا كمان اوضح نقطه للتوضيح. ليه؟ حضرتك مش السلطه على الاطلاق، بمعنى كل مهنه ايا كان نوعها، طبيب، مهندس، ضابط، ايا كان، فيها الطالح وفيها الايه وفيها الصالح. لا يمكن تبقى على الاطلاق الحاجه وحشه، والا ما كانش عندنا هذه المؤسسه العسكريه العظيمه اللي اخر اعمالها البطوليه 73 وبعدها حرب الارهاب. صح الكلام؟ طب اخيرا يا استاذ مدحت الباهي حبيبي صديق القهوه القديم، ايوه هنسمع اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كما نتحدث عن التكبر والتعالي من منظور اسلامي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، واصلي واسلم على خير المرسلين سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليك صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. إذا نظرنا إلى الكبرياء أو التعالي نعتبره أنه مرض نفسي، لأن المتكبر يحس بالدونية، يحس أنه أعلى الناس، مع أن الحقيقة أن الناس تنظر إليه نظرة على أنه أصغر الناس. ولنا المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى. يقول رب العزة في حديثه القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي. وكذلك لنا القدوة والمثل الأعلى في رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وكلنا نتذكر عندما كان في أحد المناسبات فكان كل صحابي يقوم بعمل ما، من يذبح الشاة، من يسلخ الشاة، من يطبخ هذا الشاة. ولكن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اختار أشق الأعمال، ألا وهي عندما قال: وأنا علي جمع الحطب، مع أنه أكرم الأكرمين، مع أنه أفضل الخلق أجمعين، ولكن لتواضعه اختار أشق المهن. كذلك لا ننسى وصية لقمان لابنه وهو يعظ، يقول لابنه: لا تصعر خدك للناس واقصد في مشيك، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كذلك لا ننسى أول من تكبر وتغبر في تاريخ البشرية كلها، ألا وهو إبليس الرجيم، عندما رفض وأبى أن يسجد لآدم، عندما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة وإبليس أن يسجدوا لآدم تكريما له، فقال: إنك خلقته من طين وأنا خلقته من نار. فكيف كان الجزاء؟ أنه كان من المستبعدين ومن المنتظرين لنار جهنم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فندعو الله سبحانه وتعالى من المتواضعين، لأن من تواضع لله رفع، حتى نكون في زمرة الأنبياء والمرسلين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. طيب اللي انتوا تعرفوش بقى يا جماعه، الدكتور ايهاب ابو غالي من الاخوه اللي هو ايه بقى، اخواتنا حبايبنا المسيحيين الملتزمين، ففرصه بقى نخطفه ونساله على راي، وعلى فكره له اراء جامده جدا في الاديان، ونيجي نتكلم مع بعض ما بيننا وبين بعضنا نقاشات يعني تحفه جدا. فانا بقى دلوقتي هساله سؤال في هذه الجزئيه، وبجد والله حتى ما بين الكواليس ما اتكلمناش فيها، كنا بنتكلم في حاجات اخرى يعني. ايه راي الدين المسيحي في مساله التكبر والخيلاء والكلام؟ ارد عليك من الطرفين. تحت امرك. انما يخشى الله من عباده العلماء.
تمام، هي على فكره ان العلماء هم اللي بيخشوا الله. فإنما يخشى الله من عباده العلماء. صح، تمام. فانت كل ما بتعلى بعلمك تمام. تخاف من ربنا، وطول ما انت عارف ان في حد اقوى منك واقوى منك عمرك ما تتكبر. تمام. بس في حاجات معينه من حقك تتكبر فيها كمهنيا. تمام. كمهنيا، وما اسمهاش هي تكبر. حضرتك تحس بنفسك. ما اسمهاش تكبر. تمام. ان في حاجه صعبه قوي 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 وانت بتعملها، ده مش تمام. تكبر. تمام. ده مش تكبر. طيب يا بصوا يا جماعه، التكبر هو وعلى فكره انا عايز ارد على موضوع الشرطه اللي قالوا ان الشرطه اغلبيتهم بيبقوا حاسين بنفسهم. لا، انت كل ما بتعلى بالرتبه بينزل ويتواضع اكتر. دي حقيقه. كل ما بتنزل في الرتبه بتلاقيه متكبر جدا على ايه ولا حاجه. تمام. الاغلبيه تمام. 95%، مع ان انا قرايبي كله يعني معظمهم شرطه. عارف والله، عارف. ماشي. تمام. وموقف حصل معايا انا شخصيا، راكب مع صاحبي رئيس محكمه جنايات القاهره. تمام. ده حصل قدامي فعلا. تمام. وعربيه كارو زنقت عليه، المفروض بقى ينزل ويبهدله الدنيا بقى. ده رئيس محكمه جنايات. قال له معلش انا اسف ما بعرفش اسوق، ومعلش يا حاج حقك عليا. تمام. اظن ما فيش تواضع اكتر من كده. حقيقة. رئيس وهو ما عرفش هو مين. بعد اذنك يعني ثواني يا جماعه، هو الراجل هنا يا جماعه عنده سلطه او عنده القدره ان هذا الرجل الغلطان يتصل بالنجده، انا رئيس محكمه الجنايات تعالوا، والراجل غلطان اهو. لكن الراجل عفى ليه؟ شاف نفسه ان الموقف ده ما يستاهلش انه يعمل فيه حاجه. ده مش تعالي، ده قمه التواضع فعلا. ده عايز رايي انا، ان كل ما بيعلى ما ده انا قلته من شويه. بيتواضع. تمام. طب اوضح بس نقطه، بصوا يا جماعه، دي يا جماعه مش دعايه يا جماعه للدكتور ايهاب ولا حاجه، بس انا عايز اوضح ايهاب بيقول ايه بالظبط. دكتور ايهاب دكتور اسنان، والتخصص بتاعه جراحه الفكين والاسنان، الوجه والفكين والاسنان. دكتور ايهاب وهو بيعمل مثلا بعض العمليات حرفيا بعض الاطباء بيعملوها في نص ساعه، ساعه الا ربع. بسم الله ما شاء الله، يفتح ويخلص وياخد غرز 5 دقائق، انا مش ببالغ، 7 دقائق وكده. لا بكلام جد والله. فدي يا جماعه النقطه اللي الراجل بيتكلم فيها. يا عم انا ما قلتش عنوانك يا دكتور، لا، القصه هنا يا جماعه ان الراجل بيقول ايه؟ انا من حقي اتفاخر او احس بنفسي او ابقى سعيد، ازهو، شوف الكلمه، ازهو بنفسي ان عملت دي بالكيفيه دي. هو ده الكلام الاحتراف. طب عايز بقى حاجه من الانجيل عن التعالي بعد اذنك، حافظ حاجه؟ ده هي كتير. لما قول لي بقى، عايز كده ايه او 2. المسيح نفسه عليه السلام كان يمشي ولا يعلى صوته. تمام. وفتيله مطفئه لا يطفئ، اللي هي الفتيله دي اللي هو بدايه اللي هو هتطفي. ايوه، اللي هو بدايه الشمعه، اللي هو مقصود بقى التفاخر يعني. ايوه التفاخر فيها كان بيحافظ عليها عشان تعلى اكتر. تمام. هو ده التواضع. تمام، فهمت. جميل جدا. المسيح نفسه. تمام. طيب هنا بقى يا جماعه هنضطر اسفا اضطر ان انا اروح لمنى واديها المايك واقول لها منى تعالي كملي السؤال اللي بعديه بعد اذنك. ايه رأيكم مين السبب في التعالي؟ هل هي الدولة ولا الأسرة ولا المجتمع؟ هو طبعا أستاذة وفاء غنية عن التعريف عشان هي زميلتنا، والنهارده حاولت ان هي تجاوب بسرعة قبل ما دكتور شادي هو اللي يسأل وتاخد هي الإجابة. أيوة. طبعا عايزة تهربي منه صح؟ طيب اتفضل. لا بس أنا بصراحة معاه في حتة قالها عجبتني جدا وهو صح جدا فيها. حتة ان التعالي سببه فعلا نفسي اكتر، يعني ان البني ادم بيبقى عنده عقدة نقص زي ما هو قال بالظبط. بس انا عندي رأي في حتة عقدة النقص دي، انه مين اللي بيخلي عقدة النقص دي اصلا موجودة، او مين اللي بيخلي البني ادم نفسه عنده حتة التعالي دي. نبدأ اولها خالص البيت. يعني مثلا انا كنت مدرسة في مدرسة بدون ذكر اسماء، يعني مدرسه انترناشونال، يعني كل اللي فيها اللي هم بقى اولاد الناس الاغنياء وبتاع. من المشكله اللي كنت بقابلها دايما في المدرسه حته ان عشان الولاد بيبقوا جايين دافعين فلوس، وطبعا ولاد ناس مهمين، احنا طبعا كلنا ولاد ناس يعني، بس يعني اللي بيبقى فئه معينه كده من المجتمع هو بيبقى مفهم ابنه انه رايح يتعلم بفلوسه. يعني ما فيش مثلا مدرس يقدر يقول له انت ازاي ناسي البوك بتاعتك، انت ازاي ما عملتش الهوم ورك النهارده، ما فيش الكلام ده. يعني انا جالي طالب كنت معاقباه بسبب حاجه معينه، ولقيت مامته تاني يوم جت قالت لي نفسيته تعبت، ما اكلش الساندوتشز بتاعته، ازاي ما ياكلش الساندوتشز؟ والله العظيم مش بهرب. انتوا جايبينه يتعلم ولا جايباه يبقى خايب، وهو ده المهم بالنسبه لك ان هو ازاي ما ياكلش الساندوتشز بتاعته؟ يعني هو انت مثلا وانا عندي كيس شيبسي، ما انا عندي عيال في البيت صح. بس انا بقول للولاد لا، ولو ما عملتش الهوم ورك بتاعتك والمدرس بتاعك ما وبخكش وما زعقلكش، يبقى انت بتعمل ايه؟ ما هو رايح يتعلم.
يعني انت قصدك دلوقتي ان السبب التربية. هي الاسره طبعاً. نفسها. اول حاجه التربيه، انا بزرع في ولادي ايه وازاي، وان هو يبقى عامل ازاي، وانه ما ينفعش ان مثلا لو في المدرسه ولقى زميل ليه مثلا اقل منه سواء بقى اجتماعيا ماديا اي حاجه، انه يتعامل معاه ازاي. مفيش حاجه اسمها انا اصل بابا شغال معرفش ايه وماما بتعمل ايه، مفيش حاجه اسمها كده. فبدايه الموضوع خالص بيبقى من البيت. يجي بعد كده بقى حاجات تانية، طبعا الدولة والمجتمع المحيط اللي انت اوريدي موجودة فيه، بس الاساس في كل حاجة في الدنيا هي التربية التربية التربية. مين عنده راي تاني؟ ايوه، اتعرف بيك الاول. محمد وهبه. ايه وجهة نظرك، هل التعالي ده نتيجة المجتمع ولا الاسرة ولا الدولة؟ الثلاثه. ازاي؟ وضح لي. حضرتك زي ما الاستاذه كانت موضحه، قالت لك هو الستارت في التربيه والتعاملات والمشاكل النفسيه بتبتدي من بعد سن 13 سنه، بتبتدي شخصيه البني ادم تتكون. هنا في مصر يعني ما بنساعدش نطلع المواهب اللي في اطفالنا، او نحفزهم ان هم يبقوا حاجه فعاله في المجتمع او تفيد المجتمع زي بره مثلا. حته التعالي تيجي من جوه البيت، وبعد كده التربيه، لانها اسمها التربيه والتعليم. حته التعالي ديت يعني ضعف مش قوه. طيب دلوقتي يا جماعة، لو انت لقيت نفسك قدام حد متعالي وجها لوجه، هتتعامل معاه ازاي؟ الاول اتعرف بيكي. ندى. طب يلا، ايه رايك بقى لو قابلتي حد متعالي وجها لوجه، هتعملي معاه بصي، إيه؟ انا لو طبعا قابلت حد متعالي، اول حاجه هعملها انا اصلا هسيبه وهمشي، لان انا مش هدخل معاه اصلا في نقاش، او بصراحه انا هستحقره طب يعني. هرخم عليكي شويه ولازم تقعدي وتتكلمي معاه، هتعملي ايه؟ بصراحه ولا ايوه بصراحه. هقل منه. هتقلي منه ازاي يعني؟ لا، انا فعلا مش هدخل في نقاش مع حد بيتعالى معايا. اصلا انت بتتعالى معايا على اساس ايه؟ يعني مثلا لو انت داخله انترفيو او اي حاجه، ولقيت الشخص اللي بيعمل لك الانترفيو ده متعالي عليكي قوي زياده عن اللزوم، تمام. هتعملي ايه وقتها؟ اكيد مش هتسيبي الحاجه وتمشي. لا، انا عن نفسي هسيبه وهمشي. اختصرت الطريق يا جماعه، خلاص سابت الوظيفه وسابت كل حاجه. حد تاني عنده اي راي؟ اتعرف بيك الاول. شيرين، خريجة كلية تربية. اهلا بيكي. أهلا بيكي. اتفضلي. أنا بحكم شغلي قابلت ناس كتير يعني، بس أنا لو قابلني حاجة زي كده بسيبه وامشي برضو، اللي هو أنا ما بستناش ان انا انزل بمستوايا دي اصلا، لان هو كده اساسا بيبقى قليل، فاهماني؟ اللي هو يعني برضو ايه سبب انت تتعالى عليا؟ ومفيش داعي ان حاجه تحرجني ليك او تحوجني ليك ان انا اتعامل معاك. انت بالنسبه لي بتبقى اقل، انت بتصغر في نظري اكتر، فاهماني؟ طب ليه يا جماعه كلنا بناخد الراي السهل ونقول هنسيبه ونمشي؟ طب ما انا ممكن اقف قدامه واتكلم معاه باحترام، اعلمه الادب. لا، بس يعني مثلا انا جيتي مثلا عليتي عليه، او ان انت مثلا احرجتيه بذوقك، هو مثلا ما فهمش او لا، فاهماني؟ ما انا مثلا لو حد اتعامل بطريقه مش كويسه، انا ممكن باخلاقي وبطريقه كلامي تمام، وباسلوب ماشي. كويس ممكن حاجة اصلا زي احسسه ان هو قليل جدا. بطريقه الكلام اوكي، بس في ناس ساعات ما بتحسش. طبعا يا جماعه اسمحوا لي بس اعلق تعليق بسيط، حيث ان انا اصلا مش معتبرني مذيع، معتبرني ضيف يعني. انا يا جماعه الشخص المتعالي بحب جدا جدا اتعالى عليه وارخم عليه واحرجه وازنقه في مزنق. يعني ايه ازنقه في مزنق؟ بتكلمني في علم يا ابني وانا اعلم منك في هذا الموضوع على قد يعني، بس اعلم منك، ابتدي افتح معاك في بحور العلم واطلعك قدام نفسك يعني ضايع. طب حضرتك مثلا عايش، طب بلاش يا جماعه اقول لكم حاجه. كان في مره انترفيو في مدرسه معينه، انترفيو عشان بس يبقى النطق امريكاني، ها، فانا قاعد بتكلم مع الراجل وبتاع، وعايز ادخل ابني وبنتي توأم وبتاع، الكلام ده من حوالي 10 سنين، فعايز ادخلهم الحكايه والروايه وبتاع، فبيقول لي اصل حضرتك يا فندم تعليم عليك ايه؟ بعد ما قلت له طب احنا عايزين نقابل حضرتك ونقابل المدام، قلت له ليه يا فندم؟ افرض انا ليا مزاجي مثلا المدام ما تجيش مش فاضيه، انت معاك الاب وانت ايه؟ اصل احنا، قلت له يا فندم ثانيه واحده، اصل انت ايه؟ بيقول لي قيم، قلت له تقيم مين يا فندم؟ طب انا اسف في الكلمه، انا فلان الفلاني معايا ماجستير في كذا وماجستير في كذا، انا بحضر كذا بعمل كذا، حضرتك معاك عشان تقيمني؟ انا معايا يا فندم فوق ال 20 دوره اداريه، حضرتك مين عشان ما عرفش يرد؟ قلت له انا لا افخر ان انا داخل اي مدرسه زي كده، وقلبت على الانفريو وسبت له اليوم ومشيت. السؤال يا جماعه بقى اللي انا بحب اقوله بقى وايه اللي هو الحته التركيه كده، ازاي نلاحظ ان في واحد متنك، في واحد متعالي، في واحد عايش في الدور، بيعمل ازاي؟ طب اتفضلي بالترتيب كده، ناخدها واحده. انا عايز سمه من كل، هنعمل بقى حاجه مختلفه، سمه من كل واحد.
بيبقى ساعات من كلامه، وساعات تحس ان هو بيحب يذكر صفاته كتير، المميزات اللي فيه كتير كده من غير ما تتكلم معاه. بيتكلم عن نفسه. تمام. لما كل شويه يفضل يقول انا كذا، انا حصل على كذا، حقيقي. انا عندي كذا، تمام. انا اهلي كذا. طبعا تمام. انا اصلا دي لوحدها كل شويه فخره كده بنفسه يبقى يعني. هنا بيمدح في نفسه، وهنا انا. تمام. حضرتك بقى ناخد برضه اسمها كده من حضرتك. زي ما هما بيقولوا بيفضل على طول يمدح في نفسه ويقول مفيش حاجه انا ثانيه مثلا؟ ايه لا طيب انا ايه رايي في الاخر هقوله برضه. اتفضلي. بيتكلم عن منصبه، يعني لو دكتور مثلا الدكتور محمد معاك. يا ستي منصب ايه؟ الدكاتره غلابه والله يا عارفه ناس مش غالبا. بقينا منصب يا ايهاب، بقينا منصب. طيب ماشي تمام. لما الدكتور يبقى عنده عيادتين وثلاثه والاسنان ما شاء الله، يعني لو حضرتك اسنان اسنان يا فندم. ايوه بس حضرتك بنشحت حضرتك. ايوه تمام. ما كناش اشتغلنا مذيعين حضرتك وسبناها. اتفضلي. اصدق ماشي. خلاص لو باشمهندس يبقى باشمهندس محمد معي. انت قصد حضرتك الناس لما تيجي تعرف بعضها ممكن اقول مثلا انا شادي، ايهاب، محمد، مصطفى، بغض النظر عن المهنه، صح كده؟ لا هو بيحصر مهنته. تمام. تمام يا فندم. تمام. سمات المتكبر ايه؟ سمه كده واضحه فيه كده. حتى لو ما عندوش اي حاجه بيفضل يتكلم عن حاجات كتير وهي مش موجوده عنده، وبيكون عنده نقص دايما في حياته. حتى لو هو مثلا ما عندوش منصب عالي، حتى لو هو طالب بيفضل يتكلم عن نفسه كتير وهو ما بيبقاش اي حاجه اصلا. بيفتي بمعنى اصح. مطربتنا اللي بتهرب مني. ما اقدرش اولا. ايوه. بص انا متهيألي مش انه بيتكلم، اول حاجه هتلاحظها فيه البادي لانجوج بتاعته. تمام. حلوه قوي دي قوي، يعني هتلاقي النظره أيوة. الايد بيتكلم بايده قوي كتير. او قاعده تحس انها معوجه، هو هتحسه كده خلقته كده معوج. يعني دي اول انطباع. حلوه دي. لما بتبدا بقى تقعد معاه يبدا بقى هو من طريقه كلامه، من اسلوبه، من حتى تون صوته تحسوا انه يعني في عجرفه شويه. تمام. جميله جدا بجد يا وفاء. تمام. حضرتك سمه كده تحسها من عند المتكبر او المتعالي. هو انا كنت اقول زي استاذه وفاء بالظبط، هي البودي لانجوج اللي عنده، هي اللي بتفرق في كل حاجه. حركاته عنيفه زياده. ايوه. مفتعله زياده. راسه مرفوع على طول كده، بيتنك على اي حد ماشي قدامه. تمام زي الفل. استاذي ازيك يا باشا؟ ايه صفاته؟ لا سمه، انا عايز سمه واحده تبقى انت لما تشوفها تقول ده متعالي. برضه كده بادي لانجوج. البادي لانجوج ودايما الانا عنده عاليه. تمام. وصوته عالي على طول وعايز يظهر في اي مكان. تمام. اول حاجه يا جماعه بعد اذنكم يعني اقول حاجه كتير قوي كتير، يعني كتير تلاقي واحد قاعد يكلمك يقول لك انا امبارح كنت قاعد مع فلان بيه وعلان بيه وسياده الوزير ومعالي المحافظ وما اعرفش مين، وبيكلمك ايه عنه كانه يعرفه. يعني مثلا ممكن يقول ايه فلان الفلاني، لا اصل احنا عارفينه اصلا، وفي النهايه اصلا يكون علاقته بيه ان شاف صوره فقط لا غير، يا دوبك يعرف اسمه ويبني قصص خياليه كامله. بجد ده اكتر ما هو غطرسه. في الحاله دي فعلا مرض نفسي. السؤال اللي بعديه عن الازواج، انا مش هقدر اتكلم طبعا عشان انتوا عارفين الزوجه حكومه، فالحكومه بقى خلوا الحكومه اللي تسال. يعني منى كسيده ممكن تسال، لكن انا اسال والزوجه تولع فيا؟ لا طبعا. لا انا اسف، منى اللي تسال. معلش. السؤال دلوقتي بقى، لو انت او انتي ارتبطت بشخص متعالي هيبقى اسلوبك ايه معاه، او هتكملي او ايه؟ طبعا اول حد هنجاوبه اجباري دكتور ايهاب. اتفضل. اشمعنى اجباري؟ هو كده. اشمعنى كده؟ يعني انا خدت البرنامج منه كده بلطجه، يعني برضو الاسئله بلطجه. ماشي يا باشا. هحاول ان اغير اللي قدامي الطرف الاخر مره واثنين وثلاثه. اذا كنت مرتبط خلاص، يعني ارتباط مش خطوبه. طب افرض ما اتغيرش؟ قطع. مش هيتغير. قطع. مش هتحاول انك تتعايش على التعالي ده وخلاص؟ هتحاول انت كتير وفي الاخر مش هتعرف تتكيف اذا كان في اختلاف، ولازم اقطع كجراحه. جبهه يا جماعه، بص من الاخر يعني. طب مشرط تقطع، لان ساعات بيبقى القطع علاج. مش دايما رد الجراحي. لا والله مش دايما. رد الجراحي. ايوه انت بتتكلم من ما قلت في الاول هنجرب مره واثنين وثلاثه، ما حصلش استجابه يبقى قطع. يعني مش هتحاول تقول مش مهم بقى اسكت وامشي الامور وكده؟ انت هتيجي على نفسك، وانت هتخش في مشاكل نفسيه.
طيب يا جماعه الظاهر ان انا خدت حد غلط، فناخد حد تاني ناخد حد تاني يدينا اي اجابه فيها تفاؤل. في حد تاني قالت هتجاوب، يا رب تجاوب بس اجابه فيها تفاؤل يا رب. هو الإجابة ما فيهاش تفاؤل ولا حاجة. أنا طبعا لو ارتبطت بشخص لقيته متعالي عليا أنا طبعا مش هكمل معاه، عشان بسبب بسيط جدا إن هو كده ما أصلا ما يبقاش بيحترمني. فأنا إيه اللي خليني أو بيجبرني إن أنا أكمل مع حد هو أصلا مش محترمني، مش شايفني إن أنا في المستوى اللي أليه أصلا إن أنا أبقى مثلا زوجة ليه. يعني هي مش هتتفهم ولا حتى تعرف إلا كده. طيب بالنسبه للبنات احنا بناخدها على نفسنا قوي وعلى كرامتنا قوي، نقول ازاي ان هو يتعالى علينا. طب لو احنا بقى اللي متعاليين، هل هنقبل ان هو يطلع من حياتنا برضه كده بسهوله ولا ايه؟ بصراحة لا. اتفضلي. بصي، هو انا لو اعرف حد مثلا خطيبي او مرتبط بيا يعني جوزي او حاجه ومتعالى عليا، وقتها انا مش هقطع مره واحده او مش هشوف ان انا ازاي ان هو تعالى عليا واجي على كرامتي، لا. لان يعني لما خاف او اتضايق من الموضوع ده هيبقى شايفه نفسي ان هو ممكن ليه الحق، انا قليله وحد يزعل واتاثر، انما لا. يعني انا بشوف ان الشخص ده لما تعالى عليا ان هو اتكلم مثلا عن نفسه، شايف نفسه، فانت كده كانك يعني انت ممكن هتكملي معاه ولا لا؟ ايوه، بس مش بنفس الوضع. يعني مش هفضل بقى ان انا شايفاه الافضل والمثالي وان انا احاول طبعا ان انا اراضيه باي طريقه، لا. هوريه بس من غير ما هو ياخد باله او ياخد بالي بطريقه مش اللي هي ان هو الموضوع اللي عمله ده غلط. يعني دلوقتي انت بتتعالى عليا فانا هبتدي اتك على التعالي شويه. لو هو مثلا سي مهندس او حاجه وشايف نفسه عليا هتكلم ايوه بس مهندس كذا، يعني هخلي فيه صفه رسميه، هتذليه بمعنى اصح. بالتعالي بتاعه اللي هو هخلي فيه صفه رسميه شويه ما بيننا لحد ما هو بنفسه يعني يقول طب هو ليه انت، يعني يفكر هو ليه بيعمل كذا، طب انا غلطان في النقطه دي. وهو لو فعلا باقي عليا هيبتدي يغير من نفسه من غير ما نطلب منه ان هو يغير ومن غير ما انا اعاتب عليه واتكلم معاه، عشان هحس ان العتاب ده هيقلل مني. مش ده لو بيحس. لا، ما هو لازم. بصي، هو دايما ما في ناس ما بتحسش. لا، هو دايما الشخص، اي شخص في الدنيا سواء بنت او ولد، لو حد مخلص للشخص اللي قدامه او حبه فعلا او على الاقل لو اعجب بيه فعلا، فحتى لو ما بيحسش هيحاول ان هو يغير الحاجه دي حتى لو معاكي انت بس عشان ما يخسركيش. ماشي. اعزائي المشاهدين، دلوقتي بقى عايز ايه افكركم بضيف قديم عندنا في القهوه، أستاذ شريف الأسراوي، عنده قناة على اليوتيوب بيحكي فيها عن الأحلام. بس يا جماعة أحب أنوه عن حاجة، هو الراجل مش بيفسر أحلام، هو بيعرفنا إيه دقايق الأحلام. يعني إيه؟ ما تجيش تقول له أصل أنا شفت وردة صفراء وأنا ماشي في وسط صحراء، لا سيبك من الكلام ده. هيقول لك اللون الأصفر معناه كذا، الصحراء معناها كذا. تفسير الحلم بقى رتب أنت أمورك مع نفسك وقارنها بأحوالك النفسية وبحياتك واعرف الحلم بيقول إيه. فهو إذا بيقول إيه؟ دلائل أحلام. شريف باشا، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبي؟ منور الدنيا كلها. حبيبي يا دكتور، تسلم لي. في حاجه ممكن نتكلم عليها على دقائق الاحلام في الاحلام في تخص التعالي في دقائق الاحلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو التعالي في الحلم هو مش ملوش تفسيرات اكتر ما هو دليل على الشخص نفسه. تمام. وحياه الشخص نفسه. بمعنى ان اللي يحلم ان هو بيتكبر على الناس او بيتعالى او بيبص اللي هي النظرات التعالي او الغرور، ده دليل على عدم ثقته بنفسه، ودليل على الخواطر السيئة اللي موجودة في عقله الباطن، وفي كمان دليل ضعف الإيمان بتاعه، ان هو مش قريب لربنا. تمام. وحياته اللي حوالين الناس، ان هو مش قادر ياخد وضعه في وسط الناس، فهتلاقي دايما أحلامه بهذه الطريقة. طب هل ممكن ده مثلا يكون تنفيذ عن النفس، انه مثلا في الحياه مش واخد وضعه، مش حاسس ان هو واخد كيانه، مش حاسس ان هو محقق حاجه او تارجت، مش حاسس ان هو كويس وسط الناس، فده ممكن يكون تنفيذ عن النفس؟ تمام. هو ده كل العقل الباطن مخزن الحاجات السلبيه دي كلها، فبيبدا يحلم بالحاجات دي، وبيبقى دليل كمان عن زي ما قلت لك اللي هو ايه، الشخصيه الضعيفه، بس مش عايز اجيبها كده يعني. هو بيبقى دليل من دلائل ضعف الشخصيه شويه. تمام. طيب ده بالنسبه للشخص العادي. طب لو كان الحلم يتعلق مثلا بمراه متزوجه؟ بالنسبه للست المتجوزه، ده بيبقى فيه دلاله على الحياه الاسريه اللي هي مش قادره تاخد فيها وضعها، او ان هي مش قادره تحقق السعاده الزوجيه في حياتها. ودليل كمان على ان في حاجات اخطاء هي بتعملها في حياتها ومش قادره تلم اسرتها او كده. وكان في بعض التفسيرات بس انا مش عايز الجا ليها شويه، ان هي اللي هي الست اللي بتلجا لموضوع الاعمال والسحر والكلام ده كله عشان تجمل بيتها او تحافظ على بيتها، فده بتحلم بالحاجات ديت. اللي حضرتك العوام بيقول عليه حجاب، اللي هي الحجاب والحاجات ديت يعني. طيب تمام. ناخد فيها يعني. طب ولو كان بقى يا فندم اللي بتحلم مرأة بس عذبتها، دي بتبقى حاسه ان هي حياتها في وسط اهلها ما عندهاش ابداء الراي، او اهلها ما بيسمعوش ليها، وفي وسط اصدقائها مهمله، يعني ملهاش راي في وسط اصدقائها وكده. فبرضه نفس الموضوع، العقل الباطن بيبدا يشتغل برضه ويديها ان هي بتحاول تحقق كده في احلامها.
يعني حضرتك نقدر نقول ان في حاله المراه في كلتا الحالتين سواء متجوزه او مش متجوزه مش واخده مكانتها، متجوزه يبقى في بيتها، عزبتها يبقى مع ايه؟ مع صديقاتها، صح الكلام؟ طيب طب هل يوجد حاجه عن العمل، عن سلطه، عن جاه؟ في الحالة ديت بقى هنا التفسير. لو هو محبوب اساسا في شغله وحلم ان هو في تعالي او تكبر، ده دليل ان هو هياخد منصب او هياخد زي علاوه او في جايزه هتجيله، لان هو اساسا كده كده محبوب. يعني هنا حاجه كويسه. علو منصب. طب ولو كان مكروه؟ لا، لو كان مكروه ده دليل ان هو في اخطاء بيعملها وهياخد منصب بس بعديه شر. هيتعالى في المنصب او هياخد حاجه بس يعني لا قدر الله هيجيله بعديها شر، يعني والله اعلى واعلم. طبعا دي كلها في الدلائل او المفسرين اتكلموا في النقطه دي كلها. طيب طب حضرتك معلش سؤال هو بره برضو الموضوع بتاعنا، بس يعني اسمح لي يعني اتجاوز شويه. هل يوجد حاجه تخص العكس، التواضع؟ طبعا التواضع طبعا ده شيء كويس جدا في الاحلام وفي تفسيراته والدلائل بتاعته. ده دليل ان الشخص ده كويس، ودليل كمان ان هو جاي له رزق، والرزق ده هيبقى كويس او منصب او علو شأن في وسط الناس او المحيط اللي هو فيه. ده سواء راجل او ست ولا ست؟ ده في العموم كله. في العموم كله او الست تمام. ده في العموم كله. بجد يا شيب باشا نشكرك على هذا التوضيح السريع. ادي يا جماعه بقى الدلائل، ما حكيناش حلم وقلنا تفسيره ايه، لا بنتكلم على دليل معين بنشوفه بنقدر من خلاله ان احنا ايه نحكم. بجد تابعوا الشيب مش هتخسروا حاجه. بظبطنا ايه فلوس عشان ندعي دي بعد اذنك؟ اي حاجه ان شاء الله، كوبايتين عصير قصب. طيب ماشي يا جماعه، نتوجه بعد ذلك بقى ايه للمواهب بقى اللي معانا كالعاده، وهخلي منى اللي يكون معاها المايك. اول موهبه معانا النهارده في قهوه المصريين، تعرف بيكي؟ منى وليد، طالبة في الجامعة التكنولوجية. موهبتك ايه؟ بغني. هتسمعينا ايه النهارده؟ نقابل ناس. طيب هديك المايك بقى كده في ايدك. نقابل ناس، نفارق ناس، وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي لو نرضى تحلالنا بنزعل ليه؟ ومين الدنيا دايما قالوا محدش ضامن الأيام، يا بخت اللي رضي بحاله وفرق بين حلال وحرام، سؤال وإجابته عارفينها في يوم ما نسيبها واخديني، مادام سايبينها هنتضايق ونزعل ليه؟ بجد برافو، بس مش عارفه اقول يا ليل بتاع الدكتور شادي. طبعا حبيبتنا وفاء هتسمعينا ايه النهارده؟ ما تيجوا نشوف. طيب اتفضلي. أكدب عليك 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 لو قلت بحبك لسه أكدب عليك واكدب عليك لو قلت نسيتك همسة أكدب عليك
واكدب عليك لو قلت بحبك، لسه اكدب عليك. واكدب عليك لو قلت نسيتك، همسة اكدب عليك. امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ واختار لي مر وانا ارسى عليه. امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ واختار لي مر وانا ارسى عليه. امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ واختار لي مر وانا ارسى عليه. امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ واختار لي مر وانا ارسى عليه. انت حبيبي يعني لسه حبيبي، ولا حبيبي عشان كنت حبيبي؟ انت حبيبي يعني لسه حبيبي، ولا حبيبي عشان كنت حبيبي؟ قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي، قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي. امال انا ايه؟ صوت مين اجدع معايا؟ صوت مين اقوى؟ صوت مين احلى؟ امال انا ايه؟ كده ايه؟ صوت مين اوحش؟ ايه يا عم اسكت يا برضه انتوا متشكر يا دكتور، متشكر. طبعا يا جماعه عشان ننهي بقى، ما هو عارف ولا خطف قبل طبعا يا جماعه ننهي الحلقه بقى قبل ما منى تيجي بسرعه كده، نلحق ننهيها بسرعه عشان هات المايك. السلام عليكم. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا وبرنامجي اللي هو قهوه المصريين. اشوفكم في حلقه جديده الاسبوع الجاي ان شاء الله. احنا بنتعالى دايما كده